السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير، وحياكم الله إلى المجلس الثالث من مجالس شهر رمضان. أحبتي الكرام، سنتكلم في هذا المجلس عن سنن وآداب الصيام. من أهم السنن والآداب للصيام أكلة السحر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ويسن تأخير السحور بحيث يكون قريبا من الفجر جدا، فإن ذلك أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن احذر أيها المسلم أن تأكل أو تشرب أو تستعمل المفطرات بعد طلوع الفجر. ومن السنن أيضا أن تعجل الفطر إذا غربت الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. من السنن أن يفطر الصائم على رطب، فإن لم يجد فتميرات، فإن لم يجد حسوات من الماء. والحمد لله نحن في هذا الزمان موجود التمر والسمبوسة والشرب والعصيرات والكبسة وكل شيء موجود، لا تقلقوا بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن أهم السنن أحبتي في الله أن الصائم يدعو الله بدعوة صالحة قبل الفطر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 دعوات لا ترد، ودعوة الصائم عند فطره. ومن السنن أن يقول الصائم عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فإن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، ومن السنن في رمضان 4 أشياء، وهي بإذن الله تدخل الرجل إلى الجنة. فأنت في رمضان صائم، فإن استطعت أن تتبع جنازة وتعود مريضا وتطعم مسكينا، فما اجتمعنا هؤلاء ال4 في رجل إلا أدخله الله الجنة. ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واسمع، ما اجتمعنا هؤلاء ال4 في رجل إلا أدخله الله الجنة. وصلنا وإياكم أحبتي في الله إلى نهاية هذا المجلس المبارك من مجالس شهر رمضان، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.